بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأزلنا في ذكر السنن التي قبل الفجر. ذكر منها السنن التي يذهب بها إلى المسجد، الذهاب إلى المسجد وفيه عدة سنن، وقلنا ذكر هذا لأن صلاة الفجر أول صلاة، وإلا فهذه السنن تتكرر في جميع الصلوات، الذهاب إلى المسجد في جميع الصلوات، ولأن صلاة الفجر أول صلاة فذكر هذه السنن في هذا الموضع. قال: من السنن التي الذهاب إلى المسجد فيه عدة سنن، قال: أن يصلي ركعتين تحية المسجد. قال: وهذا إذا جاء مبكرا للصلاة، فإنه يسن له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما هو في التعليق متفق عليه، وفيه الأمر بتحية المسجد. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة تحية المسجد. وكما مر معنا في بداية هذا الكتاب، في مقدمة هذا الكتاب، أن العبد المسلم ينبغي له ألا يفرق بين المستحب والواجب في العمل، بل يعمل بالجميع، لا يقول هذا مستحب ويتأخر عنه، أنا لا أعاقب بتركه، لا، ينبغي عليه أن يعمل بالمستحب والواجب، لأنه إذا عمل بالمستحب كان أولى بأن يعمل بالواجب، كان بعيدا على الشيطان أن يغويه على ترك الواجب. فلذلك سمعت من بعض المشايخ كلاما طيبا بما معنى كلامه حفظه الله. قال: النوافل المطلقة درع وحصن منيع للسنن الرواتب، أي أن العبد إذا حرص على النوافل المطلقة التي ليست بمقيدة كالسنن الرواتب، إذا حرص على النوافل المطلقة، مثلا توضأ وصلى ركعتين، هذه نافلة مطلقة، توضأ وصلى ركعتين، فهذا من باب أولى إذا حافظ على هذه السنن، النوافل المطلقة، أنه يحافظ على السنن الرواتب. قال: إذن هذا حصن. قال: فإذا ترك النوافل المطلقة، لا يصلي نوافل مطلقة، لا يصلي إلا الرواتب. قال: لا يصلي إلا الرواتب. قال: فالرواتب أيضا حصن للفرائض والواجبات. الشيطان عندما يأتي أول شيء يكسرك على النوافل المطلقة، يثبطك حتى تتركها، فإذا تركتها جاء بعد ذلك إلى السنن الرواتب، فإذا تركت السنن الرواتب دخل معك في الفرائض وثبطك عن الفرائض.
قال: ويكفي عن تحية المسجد السنة القبلية للصلاة إن كان لها سنة قبلية كالفجر أو سنة الضحى إن دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلاه في المسجد، أو الفرض، لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي، لما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة لئلا يرتادها من غير الصلاة، أي لئلا يدخلها من غير الصلاة، ألا يدخل إلى المساجد من غير الصلاة. المساجد بنيت لماذا؟ للصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، لذكر الله وللصلاة. فلذلك إذا دخل المسجد سن له أن يأتي بتحية المسجد بأن يصلي. وتسقط تحية المسجد إذا جاء مثلا في وقت الضحى، دخل المسجد في وقت الضحى فصلى سنة الضحى، تجمع له خلاص سنة الضحى وتحية المسجد. لا يصلي يقول سيصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يصلي الضحى، لا، خلاص الضحى تكفي عن تحية المسجد، له أجر الضحى وأيضا تحية المسجد. أيضا جاء بعد الأذان وللصلاة هذه سنة قبلية، مثلا الظهر جاء بعد الأذان الصلاة للظهر سنة قبلية 4 ركعات، خلاص يصلي السنة القبلية وتسقط عنه تحية المسجد. لا يقول لا أنا سأصلي تحية المسجد 2 ثم سأصلي 4 ركعات سنة الظهر، لا، خلاص تدخل ضمنا. المهم أنك لا تجلس حتى تصلي 2. جاء وصلاة يعني الفرض يعني أقيمت، صلاة الفريضة أقيمت، يقول أنا سأصلي، يعني بيصلي يقول لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 تحية المسجد، أنا سأصلي تحية المسجد ثم سأدخل في الصلاة، لا، ما يجوز هذا أصلا، ما يجوز. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأنت تصلي سواء كانت سنة راتبة أو تحية المسجد، أقيمت الصلاة وأنت في صلاة نافلة تقطع هذه الصلاة وتدخل في صلاة الفرض، إلا إذا كنت في الركعة الأخيرة قد ركعت في الركعة الأخيرة، أتيت بالركوع وقمت من الركوع أقيمت الصلاة، فهنا تعجل بالركعة لأجل أن تدرك يعني التكبير مع الإمام، ولأجل أن هذا العمل لا تقطعه، تستطيع أن تكمله، تعجل بالصلاة وتدرك الإمام. إذن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، ومن ذهب إلى الوجوب فيعني دليلهم هذا الحديث ودليلهم قوي، فمن أخذ بالوجوب فهو أخذ بالأولى كما تقدم معنا. إذا اختلف العلماء في مسألة فنأخذ بالأولى. ما هو الأولى؟ مثلا الآن إذا لم يكن يعني فيه شيء، الآن اختلف العلماء هل يعني تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ نأخذ بالأولى. ما هو؟ القول بالوجوب. لماذا؟ لأن إذا أخذنا القول بالوجوب أخذنا بالقولين، سنعمل بتحية المسجد، لكن إذا لم نأخذ بالوجوب أخذنا بالاستحباب تركنا القول بالوجوب. إذن إذا اختلف العلماء في مسألة يسع فيها الخلاف فنأخذ بالأولى الذي يجمع بين القولين، ولا نترك أحد القولين إلا إذا كان فيه يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان فيه مخالفة يعني اجتهد العلماء. العالم يخطئ ويصيب، ليس كل العلماء يعني أقوالهم صائبة وعلى حق، لا، هذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم
فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور. هذا في مسألة الأحكام الذي هي معروفة، يعني الأحكام الدنيوية. إذا اجتهد الحاكم في البحث عن الصواب ولم يمل ولم يأخذ رشوة أو بسبب قريب له، لكن اجتهد ورأى أن الصواب هذا وكان خطأ وهو قد اجتهد ولم يمل إلى أحد، فهذا له أجر في اجتهاده وخطأه مغفور. وكذلك في مسائل الدين، في المسائل التي يجتهد فيها العلماء، إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور وأيضا مردود. وليس هذا أي رد قول العالم إذا كان خطأ وليس بصواب، ليس هذا من تقليل شأن العالم، لا، بل هذا من حفظ مكانة العالم مكانته أنه يخطئ ويصيب. لكن إذا اعتقدنا أنه صواب في كل قول فهذا طعن في مكانته، صيرناه معصوما، هذا خطأ. فليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل إذا أخطأ العالم في مسألة فخطأه مردود عليه، وهذا الخطأ من يبينه؟ كل أحد؟ لا، يبينه العلماء يرد عليه الخطأ، وتبقى كرامة ذلك العالم إذا لم يخالف منهج السلف. أخطأ في مسألة يسع فيها الخلاف فتبقى كرامته وخطأه مردود عليه. قال 7: يسن للرجال المبادرة إلى الصف الأول، فهو أفضل الصفوف، وللنساء أفضلها آخرها، لحديث أبي هريرة. وقبل ذلك النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، بل أفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن إذا صلت في المسجد فلا بأس. قد كنا الصحابيات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ما معنى خير؟ قال: خيرها أي أكثرها ثوابا وفضلا، وشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. أقلها ثوابا وفضلا، أقل. فليس معنى الشر من الشر المعروف والمعهود، وإنما من الثواب والفضل. فالخيرية أي في الثواب والفضل، والشرية هنا أي في قلة الثواب والفضل. قال: وهذا الحديث فيما إذا صلى الرجال والنساء جماعة وليس بينهما حائل من جدار ونحوه، فتكون خير صفوف النساء آخرها، لأنه أستر لهن عن أعين الرجال. وأما إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يخصص للنساء مصلى مستقل، ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النساء أولها. قال: وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله لانتفاء علة القرب من الرجال، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولعموم فضل الصف الأول. هذا تنبيه مهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. هذا فيما إذا كان النساء يصلين
في مسجد واحد مع الرجال وليس هناك حائل، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حائل، صلينا في المؤخرة، ما في جدار ولا في ستار. ويدخل في ذلك الآن يعني بعض المساجد هنا موجود، يعني يكون الحائل ترى المرأة، يعني الحائل قصير، المرأة ترى، هذا أيضا يدخل فيه. خير صفوف الرجال أول وخير صفوف النساء آخرها. أما إذا كان منعزل، يعني هذا المسجد ومسجد النساء ملتصق، لا، لأنه لا ينبغي يعني أن يكون يعني مسجد النساء مفصول عن مسجد الرجال، مفصول، يعني هنا مثلا مسجد الرجال ومسجد النساء بعيد عن مسجد الرجال، لا، ينبغي أن يكون ملاصق لكي تكون يعني الجماعة، كي تكون الجماعة. وكذلك لابد يعني أن يعني صفوف النساء لا تتقدم على الإمام كما صفوف الرجال لا تتقدم على الإمام. فإذا كان هناك يعني جدار، كان مسجد مستقل خلف المسجد، يعني هذا المسجد وخلفه مسجد النساء ملتصق به في الخلف، لكن فهنا خير صفوف النساء أولها لعموم الأدلة التي سيذكرها المؤلف حفظه الله تعالى. أو كان في المسجد لكن ستار ما يترى النساء كما هو في يعني هنا في بعض المساجد، يعني ستار، المرأة لا ترى أبدا، المرأة لا ترى أبدا. لا يدخلن في هذا الحديث خير صفوف النساء آخرها، لا، بل خير صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء أولها. وكذلك إذا صلينا جماعة لوحدهن، صلينا جماعة، النساء يجوز لهن أن يصلين جماعة لوحدهن، فخير صفوف النساء ماذا؟ أولها. وهذا اختيار كما ذكر المؤلف حفظه الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وسيأتي معنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: ولعموم فضل الصف الأول في أحاديث منها، عموم فضل الصف الأول إذا كان بين النساء والرجال حائل. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: بقى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه قال: خرج علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، أي الملائكة الصف الأول فالأول. قال: ويؤخذ من هذا الحديث أيضا سنية التراص في الصف. قال النووي رحمه الله: يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها. قال: وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، وكذلك الذي بينها وبين الرجال حائل ولا ترى. قال: أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، قيد هنا، إذن في الأول إذا كان بينهما حائل تدخل في أن خير صفوف النساء أولها. قال: فأفضل صفوف النساء آخرها لحديث أبي هريرة، أي إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل تدخل في هذا الحديث. يأتي هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما إذا كان بينهما حائل أو كن في جماعة لوحدهن فخير صفوف النساء ماذا؟ أولها، فخير صفوف النساء أولها. قال: يسن للمأموم أن يكون قريبا من إمامه، فالأفضل في حق المأموم من حيث اصطفافه للصلاة الصف الأول كما تقدم، هذا أفضل للمأموم. قال: ثم يحرص أن يكون قريبا من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل. ويدل عليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فقوله ليليني
أي ليقترب مني. وفي هذا دليل على أن القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان. قال ابن مفلح رحمه الله: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، أن بعد يمينه. بعض العلماء يقول يعني الذي يكون في الجهة اليمنى أفضل. نعم، الذي يكون في الجهة اليمنى من الإمام أفضل، لكن الذي يكون قريب أفضل وإن كان يعني عن يساره. هنا رجل عن يمين الإمام وهنا رجل عن يسار الإمام، لكن الذي عن يسار الإمام أقرب إلى الإمام من الذي عن يمينه. ما هو الأفضل؟ الذي أقرب ولو كان عن يساره، كما ذكر ابن مفلح. قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسنة المبتعدين والنابذين للبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتنبيه هنا إن شاء الله: الصلاة في هذه الليلة القيام هي من أرجى ليالي القدر، بل جاء عن بعض الصحابة أنه يجزم أنها ليلة القدر. جاء عن كعب بن مالك وغيره أنه يقول ليلة 27 هي ليلة القدر، ليلة 27 هي ليلة القدر. فهذه أرجى ليلة ينبغي لنا أن نستعد أن نحييها كاملة، أي نقوم الليل كله، لا ننام. إذا نمنا نصف ساعة أكثر شيء نصف ساعة. استعد. أنام العبد الآن يعني بعد صلاة الظهر، الآن ما بين الظهر والعصر، لكي يجعل هذه الليلة كلها في القيام، يعوض في النوم غدا في النهار. فإن شاء الله تكون الصلاة من الساعة 1:01، فنطيل قليل في القراءة، لكن أيضا نطيل قليل في الاستراحة. المقصود ما هو؟ أن العبد يكون قائم هذه الليلة، ففي الاستراحة يقرأ ويذكر الله عز وجل، في الاستراحة يقرأ ويذكر الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أن يجعلنا من الذين يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.